اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى يا حبايبي ما نشوف عملنا الفطار الجميل ده ازاي. حاجة حلوة اوي، فطار جميل بجد تحفة كده. يعني جبنا لهم المطعم لغاية عندهم. احلى فطار، يعني فراخ حلوة اوي وكفتة فراخ جميلة ورز بسمتي حلو جدا جدا، وحباية من حباية كده ومستوي، والفراخ لونها جميل زي ما انتوا شايفين ودايبة دوب. بجد فطار حلو قوي، يعني فكرة حلوة كده وتغيير. اول حاجة معانا نص فرخة، يعني الصدر كده من جهتين، هنقطعه كده صوابع طويلة، وبعد كده هنقطعه مكعبات مكعبات، يعني مش رقيقة ولا حاجة، لان كده كده هنفرمه في الكبة يعني. فقطعيها كده اي تقطيعة على السريع. ما تنسوش يا حبايبي لو الفيديو عجبكم وشفتوا ان هو يستحق كده اللايك، ما تنسوش تعملوا له لايك. اول حاجة كده يعني هنفرم الفراخ في الكبة. بتتفرم بكل سهولة، الفراخ اصلا طرية فبتتفرم، ما بتاخدش منك وقت ولا مجهود ولا حاجة خالص. هنتبل الفراخ كده على السريع، هنحط لها بابريكا وبهارات فراخ وسبع بهارات وفلفل اسود، كل دي معالق صغيرة كده، وكزبرة. وحابة تحط بصل وتوم باودر حط. يعني دي تتبيلة كده للفراخ عم اكمل الخضار. بيخلي طعم الفراخ حلو اوي بجد. كفتة الفراخ ديت حلوة جدا جدا يعني. احلى كمان من كفتة اللحمة بكتير. انا معايا بصلتين كده وسط، وقرنين فلفل احمر وقرنين اخضر، وبرضو 2 شطة كده. يعني ديت بنزود الكمية وكمان بتديها طعم. برضو هتفرموهم في الكبة كده فرم ناعم، ودي بقى لازم تصفيه من المية كويس اوي. والخضار دي لازم كده بايدك كده تضغط عليه تنزلي كل المية اللي فيه. زي ما انت شايفاها هي كده نزلت كلها، وكده الكمية بقت ما شاء الله حلوة اوي. ومعايا كده نص حزمة كده، يا اما كزبرة يا اما بقدونس، حلوة جدا برضو على الكفتة. بجد كفتة الفراخ دي يا حبايبي بالطريقة دي حلوة اوي ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم وهتعجب ولادكم، لان هي خفيفة كده وحلوة اوي كمان لبتوع الدايت، يعني مفيش فيها زيوت خالص خالص. فبتبقى حلوة اوي وصحية. كده خلصنا. هو حطيت الكزبرة اللي انا قطعتها، معلقتين صويا صوص كده ومعلقتين زيت زيتون، عشان بس يمشوا الدنيا كده، لان مفيش فيها دهون خالص، و3 معالق كده بقسماط. وبتعجني بقى، واحنا كده كده كنا متبلين الفراخ في الاول. بتعجني بقى الحاجات الجميلة دي كلها مع بعض. اهم حاجة بس تعجني كويس علشان الكفتة ما تفكش منك، وسواء هتصبعها كده على ايدك او بالمعلقة او على سيخ او حاجة ما بتفكش خالص ولا اي حاجة. اهو كده اتعجنت بقت كويسة اوي. نسيبها بقى كده تتبل مع نفسها شوية، وتعالوا بقى نجهز احلى فراخ. دي مية البصل والخضار اللي انا مصفياها من مية الكفتة، انزل بها كده وعليهم زبداية، ودول معلقتين صلصة. حلوة اوي بجد بجد، تحفة كده تحفة. يا رب تجربوها يا حبايبي بالطريقة دي. ودي معلقتين صويا صوص، ومعلقتين زيت زيتون. والبهارات برضو اللي عندك حطيها، وهعصر نص ليمونة. تحط بقى بهارات فراخ وسبع بهارات وبابريكا وبصل وتوم باودر وفلفل اسمر وكزبرة. اهم حاجة يعني دي معالق كلها معالق صغيرة، ولو عايزاها سبايس طبعا حطي شطة برضو معلقة شطة كده. وقلبي بقى كده البهارات الجميلة دي مع بعضها، وتبلي بقى الفراخ بتاعتك، سواء صدور او وراك اللي عندك. شايفه التتبيله شكلها تحفه وريحتها حلوه اوي وطعمها جميل بجد. الفراخ كانت في حته تانية خالص خالص والله. كان فطار حلو اوي وتغيير وكل حبه يعني. ومرة كده ومرة كده يعني. بتاخدي بقى الفراخ كده بتشرحيها زي ما انت شايفة كده عشان تكون غرقانة كده بالتتبيلة. ممكن عادي تعمليها بفرخة كاملة، ممكن صدور اللي عندك. يعني انا دي كانت فرخة وانا اخدت منها الصدر بتاعها، عملت كفتة وعملت بقى الوركين زي ما انت شايفة كده. وكان في طبعا وركين تانيين يعني. فما شاء الله مشت الدنيا يعني. وكان يوم جميل وفطار حلو اوي. متنسوش يا حبايبي تصلوا على النبي وتدعوا دعوة حلوة كده من قلبكم. الأول مرة يشوف القناة يشرفني ونورني بالاشتراك في القناة،
ولو شايفين ان الفيديو يستاهل اللايك حطوا لايك للفيديو. ربنا يكرمكم يا رب كلكم، خليلكم اولادكم. كده تبلنا الفراخ اهو كويس قوي، يعني بتحاولي بقى تدخلي التتبيله في كل حته كده في الفراخ، وبتسيبيها برضو تركنيها كده مع نفسها بقى اما نكمل بقيه الكفته. دي بصلتين كده بقطعهم كده وبحط عليهم ملح وفلفل وكمون معلقه صغيره برضو، وبابريكا وشطه. حلو جدا جدا. تحت الكفته بقى انت يعني هنرصه كده في الصينيه، وبعدين ومعلقه زيت زيتون برضو، علشان زي ما احنا قلنا الكفته ما فيش فيها دهون خالص، فعشان الكفته ما تلزقش في الصينيه. وهو قرنين برضو فلفل لو عندك احمر اخضر لو عندك كده قطعوهم برضو كده ترنشات كده مع البصل. بيبقى طعمه حلو جدا جدا مع الكفته لو حافظت عليه يعني وما تلسعش منك في الفرن، فبتاكليه كده مع الكفته، سواء هتعملها سندوتشات او مع رز او مكرونه، بيبقى حلو قوي قوي. زي ما انت شايفه كده بقلبه مع البصل كده وبوزعه في الصينيه. ودي معلقه واحده زيت، بحط عليها معلقه بابريكا صغيره، يعني بدهن ايدي كده علشان الكفته ما تلزقش في ايدي. وباخد القطعه كده زي ما انت شايفه بكورها كده مرتين 3 بايدي، وبعد كده بقى هعملها بقى على اللي بصبعها على المسن، او ممكن انت تصبعها على معلقه. زي ما انت شايفه ايه ما شاء الله عليها متماسكه وجميله، ولا فكت ولا بتنزل ولا اي حاجه خالص، زي الفل والله. وهعمل معاكم واحده كمان اهون. يعني ان شاء الله لما تجربوها هتحبوها والله، وولادكم هيحبوها احسن من اللحمه كمان. وحاجه يعني موجوده وسهله اهي، شايفه ما شاء الله على طول كده. ما تنسوش يا حبايبي تصلوا على النبي، ورمضان كريم عليكم كلكم يا رب. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. كده خلاص خلصت الكفته اهي ما شاء الله، كميه حلوه جدا جدا، من نص بس يعني من صدرين 2 بس، نص فرخه عملت الكميه دي كلها. تعالوا بقى نعمل شويه الخضار اللي زي السكر دول تحت الفراخ. بصلتين 3 كده وبتقطعوهم برضو ترانشات كده. بجد شويه الخضار دول احلى من الفراخ واحلى من اي حاجه. وبرضو بتتبلوا البصل كده بملح وفلفل وكمون وبابريكا معلقه صغيره كده. وبرضو لو عايزاها حر قوي حط لها شطه، معلقه شطه صغيره كده. وبرضو لو عندك فلفل كده قطعي قرنين 3 فلفل برضو معاهم. هي مهيش صينيه بطاطس، بس هي يعني حبيت احط الخضار دي يعني تحت الفراخ كده. يعني كمان هيبقى طعمه حلو جدا جدا، وهتاكلي بيه الرز البسمتي بيبقى تحفه كده بجد. شويه الخضار دول طعمهم تحفه. بتقلبي كده كله، وبعدين دي التتبيله اللي فاضت من الفراخ بتنزلي بها بقى، بتخلي الخضار دي طعمه في حته تانية خالص. تحب كل يوم تعملي الاكله دي، وعلى ضمانتي تجربوها بجد حلوة قوي. الخضار دي مع الرز البسمتي وهم كده والله العظيم. وطعم الفراخ بقى تحفة، وطعم الكفتة تحفة قوي، وكأنك فعلا في مطعم واحسن كمان. بترص بقى الفراخ ما بزودش مية ولا حاجة خالص، لان الخضار ده بينزل الصوص اللي فيه والمية اللي فيه يعني، فبتسوي الفراخ بقى وبيبقى حلو جدا جدا. او ممكن لو عايزة تزودي بس نص كده ولا ربع مج ببقية التتبيلة اللي معاكي ماشي حطيهم. بتغطي عليه بقى وبتدخليه كده على الشبكة في نص الفرن، تولعي من تحت ساعة كده بالظبط، بتطلعيها بتلاقيها استوت. شايفة ما شاء الله مستوية جدا جدا. ويعني كأنك بقى مسوياها على البخار كده. لو عندك بقى معلقة صلصة كده دهني وش الفراخ ودخلها بقى تحت الشواية، بتاخد لون، بتطلع معاكي بقى احلى 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 فراخ بالخضار. وديت الكفتة برضو كنت مدخلاها معاها برضو في نفس الوقت فوق. واول ما بتاخد لون كده بقلبها، وكده خلاص تدخلها بقى تاخد اللون التاني وزي الفل كده. حلة على النار بقى، اول ما بتسخن كده بننزل فيها معلقتين سكر يتكرملوا بالطريقه اللي انت شايفاها دي. احلى شويه رز بسمتي بجد ممكن تاكليهم. اول ما لونه يتكرمل كده ويبقى زي ما انت شايفه كده، بتنزل عليهم بنص الحله كده مرقه شوربه دي تحفه في الرز البسمتي، وخصوصا ان هي كانت شوربه بط يعني. فانا هعمل يعني عامله كيلو رز،
لو انت تعمله نص كيلو قللي انت الشوربه بتاعتك شويه، وحطيت عليهم معلقتين كبار كده بهارات رز بسمتي بتجيبها من عند العطار، وتسيبوهم يغلوا كده مع بعض، البهارات والمرقه كده غلوتين والسكر، وبتنزلي بقى بالرز بتاعك مغسول، وتبقي نقعاه قبلها بنص ساعه، تغسليه كويس قوي وتنقعيه قبلها بنص ساعه، وتنزلي بقى ما بتحطوش ملح ولا حاجه خالص، لان كده كده الشوربه مالحه، وكمان البهارات دي فيها ملح. اهو اول ما بيغلي كده على طول بتهدي عليه يشرب بقى براحته كده. شايف الرز جميل تحفه والله، وطعمه حلو جدا ومظبوط قوي ومفلفل كده ومستوي زي الفل كده. خلاص كانت الفراخ خدت اللون بتاعها، اول ما بتطلع كده بتدهنها كده من الصوص اللي نازل منها دي، وبجد هتاكل احلى فراخ مع احلى خضار مع احلى شويه رز بسمتي، وهتدعولي ان شاء الله على الوصفه دي. ودي الكفته كمان كانت خلصت وكده يعني ما شاء الله. كان يوم جميل وفطار جميل، جربوه يا حبايبي بالطريقه دي. وكده خلاص اهو الرز كده استوى ومفلفل اهو زي الفل. شايف الرز مفلفل وزي الفل ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجة كده حلوة جدا، ما بعملهوش بأي طريقة تانية غير الطريقة دي، ويعني حلوة قوي قوي بجد. خلاص بقى هنجهز الطبق اهو، بنسقي الرز كده في الطبق عشان اقلبه في طبق التقديم يبقى شكله حلو جدا. وهعمل كمان طحينة عشان الكفتة، معلقتين طحينة وكده، احط عليهم رشة ملح وكمون كده وعصرة ليمونة ومعلقة خل، وبتقلبيهم كده مع بعض لما تقلبوهم كده، وبعد كده بتفكها بقى بمعلقتين بس ميه عاديه مش مغليه ولا حاجه، وكده بتعملي احلى طحينه. يعني عايزه تزودي بقى الكميه زودي براحتك كده بقى، بيبقى معاكي احلى طحينه هي، بس معلقتين ميه بس كده، قوامها كده مظبوط جدا جدا. بتفضها بقى في طبق التقديم كده. خلاص كده خلصنا كل حاجة، والفراخ والكفتة بتبقي بقى مغطية عليهم كده عشان يبقوا سخنين على الأكل. ودي الطبق الرز اهون، وشايفة الطبق بقى كان جميل، وربع بقى واتنين كفتة والسلطة بقى والمخلل والطحينة والعصير. شايفة بقى شوية الخضار دول تحفة كده، تحفة بجد مع الرز. جربوها ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. وشكرا قوي يا حبايبي لوقتكم، وشكرا